وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير يعلن بأن المساعدات الاجتماعية ليزيد سوسيال هي لمساعدة الفقراء الفرنسيين وليس لإرسالها من طرف الجالية المغاربية إلى البلدان المغاربية تونس الجزائر والمغرب. مرة أخرى أصابع الاتهام توجه إلى الجالية المغاربية من دون كل الجاليات المتواجدة بفرنسا. هل هذه التصريحات جاءت بالخطأ أو هي متعمدة؟ هذا ما سوف أوضحه لكم إخواني أخواتي. انتقادات شديدة ضد الوزير بعد هذه التصريحات. ما هي المساعدات الاجتماعية التي يريد ماكرون وحكومة ماكرون مراقبتها؟ لكم تقارير أعمال الغش لسنة 2022. الحكومة تصرح بأنها ستحارب كل أنواع الغش والتحايلات للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية كيفما كانت، خاصة الأجانب. وزير الداخلية الفرنسي دارمانا يعلن عن نهاية سحب النقط من بطاقة السياقة لو بيرمي دو كوندوير في بعض الحالات. كل هذه العناوين والمستجدات إخواني أخواتي أوضحها لكم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أنتم على قناة خواطر فرنسية ومعكم أخوكم عبد الله. حفظنا وحفظكم الرحمن من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخواني أخواتي، كما سمعتم في المقدمة كانت هناك تصريحات طبعا تنعت الجالية المغاربية من طرف الوزير للاقتصاد والمالية الفرنسي، كما أن هناك تصريحات لوزير الداخلية دارمانا بخصوص لو بيرمي دو كوندوير أو بطاقة السياقة. فتابعوني إخواني أخواتي إلى آخر هذا الفيديو للاستفادة، فإن أعجبكم المحتوى وما أقدمه لكم في هذه الفيديوهات فلا تنسوني بلايك والاشتراك معي في القناة، وبارك الله فيكم جميعا. إخواني أخواتي، مرة أخرى، إن لم يكن الإسلام في قفص الاتهام تكون الجالية المغاربية، خاصة من دون الجاليات الأخرى المتواجدة بفرنسا، مع أن فرنسا تعرف وجود جاليات إفريقية أسيوية وأوروبية، وكأن فقط الجالية المسلمة المغاربية هي التي موجودة بفرنسا. هذه المرة التصريحات والاتهامات والجالية المستهدفة جاءت من وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، حيث أن البارحة على قناة تلفزة، يعني البارحة الثلاثاء 18 من شهر أبريل، لأن هناك إخوان وأخوات طلبوا مني إخواني أخواتي أن أحدد التاريخ وليس الاكتفاء فقط بذكر البارحة أو الغد أو الأسبوع المقبل أو الأسبوع الماضي. فشوز فيت كما يقول الفرنسيون. فإخواني أخواتي، الوزير الفرنسي بالحرف الواحد قال أن الفرنسيين طبعا سئموا وكرهوا من الغش وأعمال الغش والتحايلات بخصوص المساعدات الاجتماعية لزيد سوسيال التي طبعا يرتكبها أجانب بفرنسا ولا يريدون ولا يتحملون، يعني الفرنسيون لا يريدون ولا يتحملون رؤية أجانب يستفيدون من مساعدات اجتماعية ويرسلونها إلى الدول المغاربية، يعني إلى أوطانهم، وهو يعني بذلك تونس الجزائر والمغرب. نعم إخواني أخواتي، كانت هذه الكلمات للوزير البارحة، وتابع دائما برونو لومير قوله أن إرسال المساعدات الاجتماعية إلى الأوطان ليس من حق هذه الجالية، والمساعدات تقدم حسب قوله لهم، ليس لهذا الأمر يعني إرسالها إلى أهاليهم. وكأن إخواني أخواتي أصبحنا نسمع تصريحات زيمور أو مارين لوبان. فالمعارضة السياسية وكان أولهم ميلانشون رد على هذه التصريحات للوزير باستنكار وغضب، حيث كتب ميلانشون في تويت له أن المواطنون المسلمون الذين أصولهم من الدول المغاربية مثل ميلانشون
يعني مثل ميلونشون، لأن ميلونشون قد ولد بالمغرب بالضبط بمدينة طنجة. قال كأنه يخاطب هذه الفئة من الفرنسيين، يعني ميلونشون يقول: استعدوا لحملة شرسة من الحكومة الحالية وبتوجيهها لأصابع الاتهام إليكم. أما رئيس حزب اليسار أوليفي فوق ردا على اتهامات الوزير بأن اليمين المتطرف أصبح يملأ الفراغ الحكومي بشكل خطير، وبأن الحكومة أصبحت تحشد الأفكار العنصرية لتجنب تذكيرها بأن الاحتيالات والغش الاجتماعي هو في الأساس عمل الشركات وأرباب العمل التي تتهرب من الضرائب. أما أحد الأطر في الحزب اليساري أشار أن اليوم الأول من 100 يوم التي وعد بها وحددها ماكرون لتهدئة الأوضاع في خطابه الأخير يوم الاثنين بدأت اليوم الأول بتصريحات معادية للأجانب. فإخواني أخواتي، كنت قد أشرت البارحة في الفيديو أن ماكرون في خطابه من بين الورش التي صرح بها وأعلنها كانت من بينها مكافحة التحايلات وأعمال الغش بخصوص الاستفادة من المساعدات الاجتماعية لزيد سوسيال. وطبعا وزير الاقتصاد برونو لو مير جاء فقط لمحاولة تغيير الأزمة التي تعرفها فرنسا بسبب القانون للتقاعد المفروض عليهم إلى اتهام الجالية المغاربية بأنها سبب تعاسة الفرنسيين. فقد اعتدنا إخواني أخواتي على هذه التهم. فإن لم يكن الحجاب تكون المساعدات الاجتماعية. فالمسلم بفرنسا والجالية المغاربية بفرنسا بالخصوص أصبحت الحائط التي تعلق عليه الحكومات، وخاصة الحكومة الحالية فشلها وسياستها الفاشلة لتنويم الفرنسيين وإقناعهم بأن سبب معاناتهم ومآسيهم هي هذه الجالية المغاربية. فالمتحدثة باسم حزب لا فرانس انسوميز ردت هي الأخرى في تويت لها مخاطبة الحكومة بأن هذه الطرق وهذا السم للتفرقة والتقسيم لا يستطيع إخماد وإطفاء غضب الفرنسيين. فإخواني أخواتي، كانت العديد من الردود المستنكرة طبعا لتصريحات الوزير، لكن إخواني أخواتي، الوزير إن صرح بهذه الكلمات فهي ليست عفوية ومن نفسه فقط، بل مدروسة، خاصة بعد تصريح ماكرون يوم الاثنين في خطابه بأن تشديدات جديدة ستطبق ضد الهجرة الغير قانونية، ووعد بأن بداية من الشهر المقبل شهر ماي الحكومة ستعلن على تعديلات وتجديدات جديدة لمحاربة الأعمال الانحرافية وأعمال الغش بخصوص الضرائب وأيضا المساعدات الاجتماعية لزد سوسيال. فإخواني أخواتي، تصريحات الوزير وأيضا تصريحات ماكرون هي تصريحات يحبها حزب اليمين المتطرف سواء لزيمور أو لمارين لو بين، خاصة بخصوص المساعدات الاجتماعية للأجانب. وحينما قال الوزير أن المساعدات الاجتماعية أنشئت لمساعدة الفقراء الفرنسيين وليس لإرسالها بطريقة غير قانونية إلى خارج فرنسا من طرف الأجانب. فإخواني أخواتي، المساعدات الاجتماعية التي أشار إليها الوزير هي مثلا مساعدات لو RSA، المساعدات الأسرية لزالوكاسيون فاميليال، مستحقات التقاعد، التعويضات اليومية لزانديمنيتي جورناليير للضمان الاجتماعي لاسيورونس مالادي. فحسب التقارير الأخيرة لسنة 2022 أن 1.6 مليار أورو اكتشفت من طرف السلطات الفرنسية والوكالات المقدمة للمساعدات الاجتماعية، طبعا عبارة عن أعمال غش وتحايلات. فقط وكالة لاكاف لاكاس دالوكاسيون فاميليال اكتشفت 49 ألف حالة غش تقدر ب 351 مليون أورو. أعمال الغش في الضمان الاجتماعي لاسيورونس مالادي عرفت 19 ألف ملف وحالة، وتمثل 301
و16 مليون أورو فقط لسنة 2022 العام الماضي. أما التهرب من الضرائب قد يمثل ما بين 80 و100 مليار أورو سنويا. فسنة 2022 مصالح الضرائب اكتشفت 14.6 مليار أورو من أعمال التهرب من الضرائب. أما الخبر الثاني إخواني أخواتي فهو تصريح لوزير الداخلية الفرنسي ضامن بأن بداية من السنة المقبلة 2024 كل التجاوزات للسرعة بالسيارة طبعا التجاوزات للسرعة المحددة إن كانت أقل من 5 كيلومتر في الساعة لن تسحب للسائق نقط من بطاقة سياقته، يعني لو بيرمي دو كوندوير، لكن طبعا العقوبة المالية ستستمر وتطبق، فقط سحب النقط هو الذي سيلغى. فإخواني أخواتي، كانت هذه أهم مستجدات وأخبار اليوم، متمنيا أنكم تستفيدون دائما معي. فما رأيكم في هذا التصريح لوزير المالية، وأيضا ما تريد الحكومة الفرنسية القيام به من تجديدات ومكافحة أعمال الغش والتحايلات؟ إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.